لسه طبعا السوشيال ميديا بتتخانق مع ادم وطني على تصريحاته وعلى امام عاشور، وإنه ده هي اخر سنه، اخر موسم ليه في الاهلي، والخناقه شغاله. والحقيقه الاهلي عنده مشاكل. هو المشكله انه اداره الاهلي مش عايزه اي كلام في مشاكل النادي الاهلي. الاهلي عنده مشاكل امام عاشور من اول السنه، مش بتصريحات ادم وطني. في مشاكل ما بين الشناوي ومصطفى شوبير، مين اساسي ومين احتياطي. النهارده في كلام طبعا انه الشناوي هيلعب ماتش المصري، وكلام على انه اصلا مصطفى شوبير مصاب. ابو الواد طلع قال لك مصطفى شوبير جاهز لماتش المصري عادي جدا، مش حاجه. انت بتعمل ايه بقى كاداره؟ بتلاعب لعيب عشان يروح منتخب مصر. لان انت لو قعدت الشناوي، حسام حسن لو خد الشناوي واديله اربع خمس ماتشات ما بيلعبش، طب انت واخده ليه؟ الراجل ما بيلعبش، خد بقى الناس اللي بتلعب. هو انت مش هتسيب لعيب بيلعب وتاخد لعيب اصلا ما بيلعبش؟ فانت لازم ايه؟ موائمه سياسيه. على راي واحد قال لك دي سياسه يعني. الكوره ما فيهاش كده. فالشغل اللي بيعمله ده، التدخلات الاداريه بتاعه اداره الاهلي، ده شغل مش هينفع. لازم انت يبقى عندك تصنيف واحد واضح لحارس المرمى. مين حارس مرمى الاهلي رقم واحد؟ حد يعرف؟ حد هيقول لك مصطفى شوبير، وحد هيقول لك الشناوي. محدش يعرف. الماتش الجاي الشناوي هيقف غالبا. طيب هو ده ينفع؟ هو ده ينفع؟ ودي مش مشكله؟ ودي مشكله. طول ما انت ما بتحلش المشاكل وبتحاول تمشيها بالحب، المشاكل مكمله معاك. مين مدرب نادي الاهلي الموسم الجديد، الموسم اللي جاي؟ حد يعرف؟ محدش يعرف. مصري ولا اجنبي؟ حد يعرف؟ محدش يعرف. الموسم بيخلص بقاله خمس ست ايام، اسبوع، والموسم يخلص. طب مين السنه الجايه؟ تروب ماشي. مين بقى؟ طب مصري؟ طب اجنبي؟ حد يعرف؟ كله تكهنات. الاداره نفسها مش واخده القرار. فاداره الاهلي محتاجه انها يبقى عندها رؤيه واضحه في مشاكلها وفي حلول لمشاكلها. المشكله مش ان امام عاشور الوكيل بتاعه قال ان هو عايز يمشي، لا. على فكره مروان عطيه برضه محدش عارف مروان عطيه طلباته في التجديد ايه. طبعا عشان هو خط وسط، مش مهاجم ومش نجم، فمحدش بيتكلم عنه. مروان عطيه عاوز يضاعف عقده. ده مش يضاعفه، ده خليه ثلاث اضعاف. عايز 60 70 مليون، عايز 80 مليون. الراجل بياخد 15 برضه و12. فعاوز حقه. يقول لك انا اساسي في منتخب مصر، انا اساسي وبعدين جاي له عروض خليجيه على فكره. يعني جاي له عروض خليجيه بارقام. فانت هتعمل ايه في كل ده؟ لا احنا مش هنتكلم. احنا اهم حاجه ما نتكلمش عن المشاكل. لا، في مشاكل، وانت مش هينفع تجدد لمروان عطيه وانت كنت عارض على ديانج مليون و800 الف دولار عشان يقعد. مش هينفع تقول لمروان عطيه خد 20 مليون واسكت. ازاي يا عم؟ انت كنت هتدي ديانج 100 مليون جنيه واصلا ما بيلعبش اساسي وما بيعملش ربع اللي انا بعمله. فانت ازاي بقى وانا بيلعب جنبي؟ انا مش هقول لك زيزو اللي بيلعب قدام، انا بكلمك على واحد بيلعب جنبي، ديانج. انت عرضت عليه 100 مليون جنيه، انت بقى جاي تديني 20؟ مش هياكل ولا يشرب معايا الكلام ده. انا عندي الخليج هيديني 100 مليون جنيه. فدي مشكله طبعا محدش بيتكلم عنها، لكن مشكله. الاهلي فيه مشاكل، فيه مشاكل لو ما اتحلتش احنا هنشوف السنين الجايه نفس السنه دي. لو ما اتحلتش المشاكل دي احنا هنشوف السنين الجايه نفس المشاكل. اعمل سقف يا باشا للتعاقدات. جيب زيزو وتريزيجيه وقول له انا مش هدفع الارقام دي. طب انت ماضي معايا عقد، ابيعك يا باشا، ابيعك، انا مش عايز ادفع الارقام دي. وشوف عروض لهم في الخليج، واعمل سقف للتعاقدات. لو وافقوا يعللوا عقودهم خير وبركه، ما انتوا عملتوا مشكله. ما وافقوش يتباعوا.
يتباعوا لان الفرقه بتفك. اصل هي وانت هتبقى عليهم، ما اللي هيجي هيقول لك عايز زيهم. يعني انت لو انت مشكلتك في انت بتدعي ان هو امام عاشور، طب امام عاشور مشي اتباع حصل اي حاجه، طب هتعمل ايه في الباقيين؟ الباقيين برضه هيقول لك نفس الكلام، عايزين فلوس، عايزين زي زيزو، عايزين زي تريزيجيه. ما تجيب الاثنين دول وتقعدهم وتقول لهم انا مش هينفع معايا الارقام دي وعايزين نصلح العقود دي. انا سقف تعاقدات وليكن 50 مليون جنيه، مش هدفع اكتر من كده. هو شاكب راكب 50 مليون جنيه بالاعلانات من غير الاعلانات كله كده. طب يا عم انا مش موافق، يا عم كتر خيرك هبيعك. ما توافقش، شوف له عرض خليجي وبيعه واخلص. هو عمل لك ايه السنه دي يعني؟ هو عمل لك ايه السنه دي؟ واعمل سقف تعاقدات وحل مشكله انت اللي صنعتها. ده الحل على فكره. لكن الاداره الحقيقه مش عايزه الحل ده. ليه؟ لان عايزه تجيب لعيبه ثانيه باسعار كبيره برضه. هي عايزه تجيب لسه لعيبه ثانيه باسعار كبيره. طب اللعيبه اللي عندك اللي انت اصلا محتاجها، هتقول لك اديني بقى، اديني زيهم. لا نسلط عليهم السوشيال ميديا ونسلط عليهم الاعلام يشتمهم يمكن يتهتوا. لا مش هيتهتوا، مش هيتهتوا. دي فلوس ومصالح ومستقبل. فمشكله امام عاشور ومشكله مروان عطيه مكمله. بس يمكن مروان عطيه لانه ملوش في السوشيال ميديا فهادي شويه، ولا في تصريحات ولا في حاجه، لكن في مشاكل كبيره في الاهلي، في مشاكل كبيره في الاهلي. هو كوكا لغايه دلوقتي ما اتجددش ليه؟ ما هو نفس الحوارات ونفس المشاكل ونفس الحوار. ليه؟ لانك انت جايب بن عامر بمليون وشويه، مليون و200 الف دولار، ومش سادد في الباك الشمال. مش سادد، كوكا بيسد عنه شويه. ما ينفعش تدي كوكا بقى ب 5 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه ولا. هيقول لك ما انا عاوز، او بيعني بقى انا عايز اطلع احترف. زي حسام عبد المجيد كده ما يعجبوش الرقم يقول لك انا عايز اطلع احترف. ما هي هتمشي كده. ففي مشاكل كتيره جدا في الاهلي، ومش زي ما بيتقال في السوشيال ميديا كلها امام عاشور. مش امام عاشور بس على فكره اللعيبه مش عاجبها انه يبقى في ناس بتاخد 100 وفي ناس بتاخد 5 او 6 او 7 او 8. مفيش كده، ما ينفعش. دي مشاكل المستعصيه في النادي الاهلي. وطبعا في ماتش اليوم السبت الزمالك واتحاد العاصمه، ده ماتش مصيري بالنسبه للزمالك. نتمنى التوفيق للزمالك ونتمنى ان هو يقدر يعمل نتيجه ايجابيه ويفوز. لازم يفوز 2-0 في الحقيقه علشان يقدر يحصل على الكونفدراليه. نتمنى ان هو يستطيع ان هو يفوز 2-0. هو الزمالك قادر ان شاء الله وجمهوره. في كلام انه يعني التذاكر نفذت، وده شيء جيد لان ده معناه ان الجمهور هيملى الاستاد. واتمنى التوفيق للزمالك واتمنى الزمالك يبقى قادر ان هو يفوز بالكونفدراليه واتوقع ان شاء الله. شكرا جدا لكم.